يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل الوصفه العظمه الجميله اللي احنا شايفينها قدامنا مع بعض دي. جميله جدا جدا جدا. عملنا من ربع كيلو لحمه مفرومه 17 قطعه من الرول اللي احنا شايفينه قدامنا ده دلوقتي، رول اللحمه. تمام، هنصلي بقى على سيدنا محمد وهنبدا الفيديو بتاعنا ونشوف عملنا ازاي. جبت ربع كيلو لحمه وبطاطسيتين وبيضايه وثلاث معالق من البقسماط المطحون، بصل بودر، توم بودر، بهارات لحمه، بابريكا، فلفل اسود وملح وسبع بهارات او بهارات مشكله. لو مفيش مشكله. هبتدي بقى اجيب اللحمه كده البطاطس معايا الاول، وابتدي ان انا ابشرها كده بالمبشره زي ما احنا شايفين الحته اللي هي الحته الضيقه خالص بتاعه المبشره. وبعدين هبتدي ان انا اصفي البطاطس بتاعتي من اي ميه خالص او اي سوائل فيها، تمام، علشان اللحمه ما تبقاش فكه معايا ويكون فيها ميه. دي بقى ايه كمان نسيت اقولك عليها؟ بصلايه صغيره برضو مبشوره. تمام، هبتدي بقى ان انا احط بقى كل المكونات بتاعتي اللي احنا قلناها كده في الاول مع بعض في الكبه. تمام، وبعدين هبتدي ان انا اخلط بقى كل ده مع بعض. بس قبل ما هعمل كده هبتدي، شايفين ده ايه؟ ده لون احمر، وده يعني اللون الاحمر ده بتاع الطعام عادي، يعني مش حاجة مؤذية ولا حاجة خطيرة. وده اختياري، ممكن تحطيه او ما تحطيهوش. هو كان عندي حطيته بصراحة عشان خاطر ايه؟ يخلي اللحمة لسه لونها حمرا كده حتى بعد ما تستوي، لان طبعا احنا عارفين اللحمة لما بتستوي بتغير لونها وبتغمق. فانا حبيت اللي انا اخلي لونها احمر كده زي ما هي. حطيت بقى يا ستي اللحمه بتاعتي في التلاجة كده شويه ترتاح، وبعدين بقى ايه، صلي على سيدنا محمد، جبنا كده كيس من بتاع التلاجة عادي وفردناه. وبعدين ابتديت اللي انا ادهنه زيت واحط فيه كوره كده صغيره. تمام، انت عايزه تكبري الصباع شويه براحتك، بس طبعا انا ايه، حبيت اللي انا استصغر كده في الكوره بتاعتي. بصراحه كانت جميله. دي اللي انت بتحطيها دي جبنه رومي. تمام، هو ممكن تحطي كمان جبنه موتزاريلا، انا بس لقيت ايه، الجبنه الموتزاريلا عندي خلصت، فكان عندي الجبنه الرومي دي حطيتها. مفيش اي مشكله، ممكن ما تحطيش حاجه، ممكن تحشي اللي انت عايزاه جوه. خلاص. الرول بتاعنا واحنا بنفرده يا ريت ما نخليهوش رفيع رفيع في الحجم، يعني في السمك بتاعه. تمام، بنخليه كده سميك شويه. خلاص، علشان خاطر ان احنا ايه، نعرف نلفه وكمان ما يفكش مننا، او ان هو يتخرم او كده واحنا بنلفه. تمام تمام، صلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واخبطي اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. خلاص، ابتدينا بقى نلفه كده زي ما احنا شايفين من الجنب ده والجنب ده، وبعدين بنلف كده من فوق بالكيس اكننا بنلف ايه، ورق عنب بالظبط. بتفردي كده وما تخليش السمك رفيع، والكرة بقى حسب ما انت حابه تكبريها تصغريها زي ما تحبي. لو حابه ان انت تحشيها حاجات اكبر من كده ممكن تكبري في الحته القطعه اللحمه معاكي شويه. بس طبعا عملت معايا ما شاء الله كميه جميله جدا. هعمل بقى الكميه كلها كده زي ما احنا شايفين، وهحطها في طبق وهدخلها الفريزر شويه عقبال لما احضر الغلاف بتاعها، اللي هي كوبايه بقسماط مطحون وكوبايه ونص بقسماط كريسبي. تمام، عشان الكميه بس معانا. ومعانا كيسين فيجيتار، واحد حار وواحد بارد. تمام، الفيجيتار ده يا جماعه مش غالي، الفيجيتار ده الكيس ب3 جنيه، يعني مش حكايه. تمام، هبتدي بقى ان انا اقلب كل ده كده مع بعضه زي ما احنا شايفينه كده مع بعض. ومعايا ايه كمان، كوبايه لبن وعليها بيضايه، ومعايا كوبايه من الدقيق. خلاص كده، خلاص. ابتدينا بقى يا ستي ان احنا نقلب البيضايه كده مع اللبن كويس جدا. وبعدين هبتدي بقى نعمل الغلاف الخارجي بتاعنا، اللي هو بقى ازاي. هجيب بقى قطعه اللحمه معايا كده زي ما احنا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد، حاجه كده جميله 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 بجد، كان طعمها خرافه. هنحطها بقى في الدقيق، وبعدين هننزل بيها من الدقيق على البيضايه وكوبايه اللبن بتاعتنا. تمام، جبت ربع كيلو لبن بس مش حكايه يعني الموضوع كله. وبعدين حطيتها في الغلاف الخارجي اللي هو البقسماط. تمام، دلوقتي بقى انت ممكن تستكفي بالخطوه دي كده، بس لا، انا حبيت ان انا اكبر الغلاف شويه اخليه سميك شويه تاني. فرجعت حطيتها تاني في اللبن والبيض، ورجعت تاني على البقسماط. تمام كده، تمام يا ستي. خلاص، هنصلي بقى على سيدنا محمد. وطول ما انت واقفه كده اذكري الله، واذكري الله كتير، استغفري ربنا كده يعني عشان حاجتك تطلع حلوه وجميله.
تمام كده. عايزه اقول لكم عملت معايا 17 قطعه ما شاء الله، كان طعمها في منتهى الجمال. وانا ولادي كانوا فاكرينه اصلا سجق، بس انا قلت لهم لا دي لحمه، بس هي عامله نفسها سجق. وبعد كده بقى ايه، طلعت من جوه حمرا وكان شكلها حلو قوي قوي. خلصت بقى الكميه كلها وحطيتها في الفريزر، ممكن تبيتيها كمان. بصوا طلعت ما شاء الله، انا كده كمان كنت سايباها نص ساعه بس. خلاص هبتدي بقى اللقانه بزيت غزير. طبعا في الخطوه دي كده انت بقى بتبتدي تخزنيها عادي، لو انت حابه ايه ان انت تخزني إيه وتطلعي يعني على القد. طبعا انا عملت الكميه بصراحه كلها. سخن بقى الزيت معايا كويس، وابتديت اللي انا انزل بيها وما تقلبيهاش الا لما تحسي ان هي خدت لون من الناحيه التانية عشان ما تفكش معاكي. لو لقيتيها واحده اتفتحت زي اللي هي كانت قدامك دي دلوقتي، عادي جدا ما فيش اي مشكله، مش هتفك ولا اي حاجه، هي بس اتشققت كده بسيط، لان طبعا اللحمه من جوه نفخت معانا عشان ما ننساش ان احنا حاطين بيض. تمام كده. تمام يا ستي. خلصنا بقى كده الكميه بتاعتنا، هعملها طبعا كلها. انا عملت ال17 قطعه كلهم بصراحه عشان برضو ايه ناكل ونشبع يعني، ده هو ربع كيلو لحمه مش حكايه يعني. خلاص هبتدي بقى ان انا اطلعها كده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده في منتهى الخيال، عظمه عظمه عظمه. شايفين الجمال والحلاوه، مفيش اجمل من كده. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. يا سلام عليكي يا ام ادهم، تسلم ايدي والله، تحفه بجد، وكان طعمها جميل تعالوا بقى وموفره لما جدا اسمعكم جدا. صوتها كمان. بصوا كده حاجه كده خرافه. بصوا بقى، شوف شكلها من جوه عامله ازاي، هي بصراحه تحفه بجد. بصوا شايفين الجمال، بصوا الجبنه واللحمه، بصوا شايفينها حمرا ازاي، هو ده اللي انا كان قصدي فيه. ندوقها بقى، طعمها خطير. اتفضلوا معانا. بس بقى يا ستي، وده الفيديو بتاعنا، ولو عجبك الفيديو ما تنسوش وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.